عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم النشرة الإخبارية لحزب التحالف الوطني المصري. أصدر السيد النائب محمد خالد القاضي رئيس حزب التحالف الوطني المصري قرارا تنظيميا بناء على ما عرضه السيد الأمين العام اللواء محمد شريف غازي. المادة الأولى: تكليف السيد طارق رجب عواد عبد الفتاح الدالي الأمين العام المساعد لمحافظة الجيزة. أكد النائب محمد خالد القاضي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التحالف الوطني أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد شهد مناقشات مكثفة داخل اللجنة الفرعية المكلف بإعداد مسودته وصياغته، وكذلك في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. ووجه القاضي التحية والشكر للمستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب على حرصه على أن يمنح مشروع القانون القدر الكافي من النقاش والاستماع لكافة الآراء ووجهات النظر. وقال القاضي في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ أن العمل الذي تم هو حق للشعب المصري الذي يستحق منا كامل الجهد والاهتمام في مناقشة قانون الحريات والشرعية الجنائية والإجرائية، القانون الذي يحاكم به المواطن ورئيس الجمهورية على حد سواء. وقد تم فتح نقاشات موسعة حول حوالي 80% من مواد مشروع القانون التي تتجاوز 365 مادة وفقا للضوابط المتبعة في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بهدف الوصول إلى تعديلات شاملة ومتكاملة في قانون بهذه الأهمية والذي ينبغي أن يحظى بتوافق مجتمعي واسع. وأضاف: الجهات والهيئات القضائية كانت ممثلة بشكل فاعل من خلال وزير العدل، وإجرينا تعديلات موسعة. وتوجه بالشكر للمستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب على حرصه على منح المناقشات حقها والاستماع إلى جميع الأطراف. وقد ضمنت اللجنة ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل والنيابة العامة وهيئة النيابة الإدارية ونقابة المحامين وأساتذة الجامعات والمحامين المتخصصين في القانون الجنائي، بالإضافة إلى الأمانة الفنية التي صاحبتنا في أعمال اللجنة. وأكد القاضي: لا يعنيني أي تقارير دولية أو رؤية المجتمع الدولي، يعنيني المواطن المصري، وأن نقدم له ضمانات تحميه وتحافظ على حقوقه. هذا الشعب الصابر المثابر هو الذي يتحمل كلفة أي انخفاض في مستوى الحقوق والحريات. نحن أمام قانون صدر بعد جهود كبيرة ويعكس إنجازات تراكمية لمواكبة التطورات المستجدة عبر العقود الماضية. وشدد النائب على ضرورة إعادة النظر في موازنة وزارة العدل القادمة، وقال: يجب أن يتعاون مجلس النواب مع الحكومة لإعادة النظر في موازنة وزارة العدل، وخاصة فيما يتعلق بدور المحاكم لتحقيق العدالة الحقيقية. لابد أن يكون لدينا بنية أساسية قوية ومؤهلة. وأشار إلى أن اللجنة الفرعية عملت على إضافة ضمانات إضافية في مشروع القانون قائلا: أضفنا كتابين جديدين، الأول عن التعاون الدولي نظرا لأهمية التعاون في مكافحة الجرائم العابرة للحدود، والثاني يتعلق بالأحكام العامة كما يشمل حماية المجني عليهم والمبلغين والشهود. وفي ختام كلمته وجه النائب محمد خالد القاضي الشكر لرئيس مجلس النواب وللجنة والشؤون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية على الجهود الكبيرة المبذولة، قائلا: أشكر كل من ساهم في هذه اللجنة على الجهد الذي تم بذله، وأقول ذلك بكل فخر. لتصبح قيادي ناجح 10 خطوات لازم تتبعهم. النائب محمد خالد القاضي: أهمية الاستماع الجيد. يعتبر الاستماع الجيد الأساس لأي حوار ناجح، فهو ليس مجرد انتباه لما يقوله الآخرون، بل هو فهم عميق لمشاعرهم وأفكارهم. عندما تستمع بفاعلية تظهر الاحترام والتقدير مما يعزز العلاقات على المستوى الشخصي. ستجد أن الاستماع الجيد يساعدك على بناء ثقة أكبر مع الآخرين، ويزيد من قدرتك على فهم النقاط الدقيقة في محادثاتك، مما يسهل الحوار ويعزز التفاهم. تم بحمد الله اختيار مقر قائمة نداء شباب مصر هنبني الوطن. نعلن بكل فخر عن اختيار مقرنا الرئيسي الذي سيتم تجهيزه في الأيام القادمة لاستقبال كل أبناء مصر من جميع أنحاء الجمهورية. هذا المقر سيكون نقطة الانطلاق نحو تواصل أقوى معكم، وسيكون جزءا من شبكة مقرات سيتم افتتاحها في كل محافظة قريبا لنبني معا جسور من التعاون والشراكة من أجل مستقبل أفضل. ندعوكم للانضمام إلينا والمساهمة في بناء مصر الجديدة. كل صوت وكل فكر هو خطوة نحو تحقيق الحلم الوطني. استعدوا معا، هنبني الوطن. التجهيزات جارية وترقبوا المزيد من التفاصيل قريبا. العنوان: مبنى 82 شارع رقم 20 متفرع من رقم 20 محافظة القاهرة.
هنبني الوطن، طموح الشباب وبناء المستقبل. أصدر السيد النائب محمد خالد القاضي رئيس حزب التحالف الوطني المصري قرارا تنظيميا بناء على ما عرضه السيد الأمين العام اللي هو محمد شريف غازي. المادة الأولى: تكليف السيدة غادة محمود أمين مساعد محافظة القليوبية. السيد طارق رجب عواد عبد الفتاح الدالي أمين مساعد محافظة الجيزة مشارك في المؤتمر الأول لأعضاء قائمة الشباب الوطني هنبني الوطن. المستشار سيد أحمد سيد سلطان عضو هيئة مكتب رئيس حزب التحالف الوطني المصري مشارك في المؤتمر الأول لأعضاء قائمة الشباب الوطني هنبني الوطن. وإلى هنا تنتهي نشرتنا الإخبارية لحزب التحالف الوطني المصري. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.